هل فينوم هيظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي؟ ده السؤال اللي كل الناس دلوقتي بتسأله. هل احنا هنشوف فينوم لأول مرة في سبايدر مان براند نيو داي ولا لأ؟ لأن كل الناس مستنية الشخصية دي، مستنية تشوف توم هولاند ومستنية تشوف سبايدر مان عامة في العالم بتاعنا بيلبس البلاك سوت، السوت الأسود بتاع فينوم، وفينوم بيدخل جواه. هو ده المشهد اللي احنا مستنيين. طبعا كلنا عارفين ان في نو واي هوم اتبقت حته صغيره من فينوم لما قبل ما يرجع العالم بتاعه، قبل ما يرجع من المالتيفيرس اللي كان فيه دوت والهبل اللي حصل ده كله، لما كل الناس اللي تعرف مين هو سبايدر مان دخلت العالم ده ورجعت تاني وخرجت، اتبقت منه حته. طيب قبل ما اشرح لكم بقى ازاي هو ممكن يظهر معانا في براند نيو داي، انا بقى متاكد ان هو يظهر معانا في براند نيو داي، ايا كان في اخر الفيلم، في اول الفيلم، في الcredit scenes ممكن يظهر. أنا متأكد إن فينوم هيظهر معانا لأول مرة، وإنه سبايدر مان توم هولاند، لأن الخبر ده نزل من فترة طويلة جدًا والناس دلوقتي ما بتتكلمش عنه، لأن الأخبار لمّا بتيجي تنزل وبتقعد فترة كتيرة جدًا كده ميتة ما حدش بيتكلم عنها. في خبر نزل إن Avengers Secret Wars هنشوف فيه توم هولاند بالبلاك سوت، والخبر ده كان مؤكد ونازل من leaks مؤكدة، إن وهُم بيكتبوا الscript بتاع Avengers Secret Wars حطوا توم هولاند سبايدر مان بالبلاك سوت، وان كده احنا عارفين ان توم هولاند مش هيظهر معانا في افنجرز دومز داي، هو هيظهر معانا في البروجكت اللي اكبر منه اللي هو الافنجرز سيكريت وورز. طيب ازاي انا بقى متاكد جدا كده ان فينوم هيظهر معانا؟ طبعا كلنا شفنا ان التور اللي هم عملوه سبايدر مان براند نيو داي، التيم كله اللي بيشتغل على الفيلم، منهم الممثلين ومنهم الممثلين الجداد زي سيدي سينك ظهرت معانا، كلهم بيلفوا العالم دلوقتي وعاملين حاجه اسمها تور، بيلفوا العالم وبيسالوا بقى الفانز ويتكلموا معاهم. كل مرة زندية تظهر فيها بتدينا هنت: يا جماعة أنا لابسة أسود، يا جماعة أنا لابسة سوت فينوم، يا جماعة أنا لابسة السوت بتاع سبايدر مان اللي هيظهر فيه بفينوم. وزندية ذكية جدا يا جماعة، هي وقعت بلسانها، بس هي عايزة تبين لنا ان هي وقعت بلسانها، بس هي ما وقعتش بلسانها. بمعنى اصح، هي جت في انترفيو وهي بتتكلم، فبتقول واحدة كانت بتسألها هو احنا المفروض نتوقع ايه من الفيلم ده، قالت bring some tissues، يعني هاتوا مناديل، يعني من الآخر هتعيطوا في الفيلم ده. فالinterviewer اتخضِّت، هو ده خبر مهم جدًا إن أنتِ بتقوليه لنا دلوقتي، ده leak ممكن ننزّله دلوقتي ويعمل ضجة. هو إحنا هنوصل للنقطة دي تاني زي ما شُفنا في No way home لمّا Aunt May ماتت وتوم هولاند وإحنا كلنا عيّطنا واتضايقنا واتأثّرنا جامد، هل هنرجع للحتّة دي تاني؟ ردِّت عليها قالت لها هنرجع للحتّة دي. ولكن زندية مش زي توم هولاند. توم هولاند يعني أنا باحسّه طيب أوي على نيّاته، بيقع بلسانه بكل سهولة، بس زندية لمّا بتقول حاجة بتبقى calculated، بتبقى مرتّبة لها، وأنا عارف إن هي مرتّبة للجملة ديّة عشان تحسّسنا إن هي هتموت، إن MJ هتموت، ولكن أنا ما أعتقدش إن هي. كل الناس طبعًا اتخضّت وقالت إيه ده! هي MJ هتموت، هي MJ. لا، هي مش MJ هي اللي هتموت، هو ممكن سبايدر مان هو اللي هيموت في الآخر خالص، وبعد كده في الفيلم ينتهي بصدمة، إن إحنا قاعدين في صدمة إن هو مات قدّامنا ومش مصدّقين، وفجأة في الcredit scene يظهر معانا النقطة بتاعة venom دي وهو بترجّعه للحياة، نقطة venom دي تدخل جوّه جسمه وتحميه وترجّعه تاني. ودي كانت الinterpretation بتاعتي أنا، ده كان الشرح بتاعي أنا مش بتاع حد تاني، يعني أنا اللي فكّرت في الموضوع ده لمّا قعدت مع نفسي وقعدت أدوّر كده في الcomics كلّها، إن هل الموضوع ده حصل قبل كده؟ الموضوع ده حصل قبل كده، إن سبايدر مان كان بيموت وvenom هو اللي أنقذه ودخل جوّاه، زي ما عمل زي ما حصل في venom أصلًا، في أفلام venom كلّها ال3 اللي فاتوا دول كلّهم، كل مرّة هو خلاص هيموت هو بينقذه، هو بيلحقه. لإن عشان بس تكونوا عارفين في venom 1 ولمّا يعني هو دايمًا الvenom يعني أو اللي هي الsymbiote يعني بتاعته، هو دايمًا بينقذ بيها الشخص وبعد كده بيبقوا connected هُم الاتنين ببعض أوي، وده اللي حصل في venom 1. venom 1 لمّا توم هاردي كان خلاص هيموت وهو بيموت venom لحقه، وبعد كده رَد عليه وقال له: "هو أنا لو خرجت برّه جسمك 100% هل أنت هتموت؟" قال له: "آه، لإن إحنا لو أي حد في أي حد مننا مات، إحنا الاتنين هنموت، لإن إحنا الاتنين connected ببعض، لإن أنت قبل ما تموت أنا أنقذت حياتك ودخلت جوّه جسمك." وده اللي most probably ده اللي أنا متأكد إن هو هيحصل في آخر الفيلم، إن هو خلاص بيموت وهيدخل جواه هيبقوا connected هُم الاتنين ببعض. ودي بقى بيبقى اسمها إيه، symbiosis. الجملة دي هي أو الكلمة دي هُم اللي قالوها في فيلم venom، قالوا لنا أنا وصلت للpeak، وصلت لنقطة الsymbiosis. الsymbiosis دي لمّا الsymbiote نفسه بيبقى متّفق جدًا أو متطابق جدًا مع
الشخص اللي هو راكبه أو الشخص اللي هو داخل جوّاه، وده بقى اللي ممكن يحصل في آخر الفيلم خالص، وأنا متوقع ومتأكد إن حاجة زي كده هتحصل، إن هو هيبقى على قيد الموت خلاص كده وبيموت وvenom هو اللي هيلحقه. أمّا بقى الخبر التاني أو الحاجة التانية اللي الناس بدأت تتكلم عنها، إن الmutation اللي عمّالة بتحصل في جسم توم هولاند كان بسبب venom. يعني الناس عمّالة بتقول إن هو هيفضل بقى طول الوقت مش فاهم هو إيه اللي بيحصل لدماغي ده، هو أنا دماغي، حتى هو قالها في الtrailer قال what is happening to me، هو إيه اللي بيحصل لي ده، أنا دماغي مشوشة ومش عارفة أتحكم في نفسي وفي mutation بتحصل جوّه جسمي، هو ليه كده؟ وأعتقد إن هو هيفضل بقى جوّه جسمه، venom أصلًا دخل جوّه جسمه بس إحنا ما شُفناش المشهد ده، مش هيورونا المشهد ده، هيفضل هو تعبان طول الفيلم وهيفضل يحصل mutation في جسمه وهيفضل يحس بتغييرات جوّه جسمه عمّالة بتحصل، لحد ما في الآخر الفيلم خالص يكتشف إن هو جوّاه symbiote، جوّاه venom، جوّاه حاجة هي اللي مخلية جسمه بيحصل فيه كده. طبعًا مين بقى اللي هيكتشف الموضوع ده؟ هو بروس بانر The Hulk. بس في ناس برضه بتقول تانية بقى، ده الخبر التالت، يعني هُم في 3 options لحد دلوقتي، في 3 options venom ممكن يظهر معانا فيه، الأولاني اللي أنا قُلت لكم عليه والتاني، أمّا التالت بقى إن هو الmutation دي كانت بتحصل في جسمه عادي خالص، وإن هُم قرروا إن هو، يعني طبعًا إحنا مش هندخّل venom جوّه توم هولاند وبعد كده هو بيستخدم حاجة اسمها web shooters، يعني هو هتبقى غريبة جدًا، لإن venom معروف عنه إن هو بيطلّع الجو ده من جسمه أو الحاجة دي من جسمه علشان يمشي بيها ويطير بيها ويلزقها يلزقها حوالين الحيطان ويswing بيها. فلازم إحنا نمهِّد الطريق شوية علشان venom لمّا ييجي يدخل جوّه جسمه إن هو يبقى يقدر يستخدم الweb من جوّه جسمه، مش إن هو يكون مركِّب حاجة زي أندرو جارفيلد، والموضوع ده يبقى غريب جدًا إن إزاي venom جوّاه وهو لسه بيستخدم الweb shooters دي. أنتم بقى إيه رأيكم في ال3 options اللي موجودين دول كلّهم؟ عايزكم تقولوا لي في الcomments أنهي أحلى واحد بالنسبة لكم، وأنهي اللي أنتم متوقعينه، يعني متوقعين إن فعلًا هو اللي هيبقى متحكم فيه طول الفيلم ده طوال الفيلم، وفي الآخر الفيلم تبقى ضجة كبيرة أوي إن إحنا نكتشف إن هو كان كل ده جوّه جسمه، إن إحنا كل ده بنتفرج على فيلم venom عايش جوّه بيتر باركر، والّا تبقى أحلى لو إن هو ظهر مثلًا في آخر الفيلم، لإن كده في حد هيموت، يعني أو كده في حد ممكن يحصل له حاجة، ممكن نed صاحب بيتر باركر اللي قريب ليه جدًا وكلنا نعيّط عليه ونتضايق، ما أعتقدش MJ هتبقى صعبة أوي، لإن أنت كده بتمحي أي حاجة توم هولاند يعني عنده علشان يعيش ليها، يعني توم هولاند مش هيبقى عنده أي حاجة يعيش ليها خلاص، بما إن دلوقتي أنت ماي ماتت وما عندوش أي حد، يعني أنت كده، وطبعًا توني ستارك مات بالنسبة له، فهي MJ هي الشخصية الوحيدة وما أعتقدش إن هم هيقتلوها. أعتقد إن اللي هيحصل يا إما سبايدر مان نفسه هو اللي هيموت، وساعتها هنتصدم، فجأة الفيلم ينتهي، فجأة نفضل مستنيين الcredit scene وبعد كده فجأة الcredit scene تظهر لنا venom وهو بيتحرك جوّه جسمه أو بيتحرك وبيقرّب لجسمه. لإن إحنا عارفين إن كده مش هيظهر في Avengers Doomsday، فممكن اللي هو يفضل فترة مستخبي مع Venom لحد ما يبدأ يرجع تاني، وبعد كده يشوف البلاوي اللي بتحصل في العالم، وبعد كده يظهر معانا في Secret Wars. كل دي أسئلة وكل دي حاجات إحنا لسه مش عارفينها ولسه مش متأكدين فيها. أو تخيلوا معايا بقى Venom ده يغيّره تمامًا، يدخل جواه ويخلّيه شخص شرير، وبعد كده في الآخر يشوف دكتور دوم ويشوف وش توني ستارك ويبقى متحالف مع دكتور دوم. دي تبقى masterpiece، دي تبقى نهاية العالم بالنسبة لنا. تخيلوا في Avengers Secret Wars توم هولاند سبايدر مان بالvenom suit مع دكتور دوم ضد توبي ماجواير، لأن توبي ماجواير هيبقى مع الفريق التاني، توبي ماجواير كده هيظهر معانا في Avengers Doomsday وSecret Wars وهيبقى ضد دكتور دوم. فتخيلوا معايا سبايدر مان توم هولاند بالvenom suit ضد توبي ماجواير، يا نهار أبيض! وضد أندرو جارفيلد. الموضوع ده هيبقى خرافي، خرافي، خرافي. قولوا لي بقى في الcomments أنتم إيه رأيكم في الvenom suit، هل هو مهم أوي بالنسبة لكم إن إحنا نشوف توم هولاند بالvenom suit والّا لأ؟ أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وsee you